اوعى تشرب شاي او قهوة الصبح اول ما تصحى عشان تصحصح، كده هتبوظ بداية يومك. وهل فعلا اي حد عدى ال40 المفروض ياخد اسبرين عشان يحمي نفسه من الجلطات؟ واخيرا، غلطات بنعملها بتزود من استهلاك البنزين وبتبوظ موتور العربية. الحلقة الخامسة من سلسلة تريكات تودي في داهية، ما تيجي نشوف. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من علم تيوب ومكملين في سلسلة تريكات تودي في داهية، وندخل في أول تركة معانا النهاردة. وهل فعلا الإنسان لما يعدي ال40 المفروض ياخد أسبرين الأطفال عشان يحمي نفسه من الجلطات؟ خليني أقول لك إن السؤال ده عالمي مش عندنا إحنا بس، لدرجة إن جامعة هارفارد كانت كاتبة عنه مقال، والإجابة إنه ملوش أي لازمة لو أنت إنسان سليم، بل بالعكس له أضرار. خد عندك، هيزود من خطر النزيف وهيجيب لك قرحة معدة، وبعد ده كله مش هيحمي من الجلطات القلبية. هتقول لي الله، امال امتى ناخد الاسبرين؟ اقول لك لما الدكتور بس يكتبه لك. عندك خطر من امراض الشرايين، في تاريخ مرضي للعيلة، الدكتور هو اللي يحدد. يبقى السؤال اللي بعد كده، ازاي احمي نفسي من الجلطات بدون الاسبرين؟ اقول لك تخيل المفروض تعمل 6 حاجات انت تعرفهم كلهم. الاكل الصحي، خضار وفاكهة، ونبعد طبعا عن الاكل المصنع والدهون الغير صحية، احافظ على وزني، ألعب رياضة أو حتى أتمشى، أنام كويس لأنه ده بيحافظ على صحة القلب، أبعد طبعا عن التدخين والمخدرات، وأخيرا أحاول أقلل من الضغط النفسي على قدر الإمكان. التركة الثانية ودي تقريبا كلنا بنعملها، أول ما تصحى على طول تضرب كوباية شاي أو قهوة علشان تصحصح. خليني أقول لك إنك بالشكل ده ممكن تكون بوظت بداية يومك وهتخسر كتير. أقول لك إزاي؟ لما بتيجي تصحى الصبح جسمك بيفرز منبهات طبيعية زي الكورتيزول، وده علشان يخليك تصحصح طبيعي، بيزود تركيزك وبيعمل حاجات تانية كمان، بيظبط الضغط ومستويات السكر في الدم. يعني تقدر تقول انه بيظبط لك سيستم جسمك عشان تبدأ صح. انت بقى لما تيجي تشرب لي شاي او قهوة الصبح، الكافيين اللي فيهم ملوش غير وظيفة واحدة بس، وهو ان بيوقف عمل الادينوزين، وده اللي بيخليك تحس ان انت منعنس عشان يلغي التأثير ده وتحس ان انت مصحصح. لكن ولا بيزود طاقة ولا بيظبط الحاجات اللي قلنا عليها من شوية، ضغط وسكر. وكمان تأثيره قليل. يعني انت عارف الكورتيزول الهرمون الطبيعي اقوى ب30 مرة من الكافيين اللي في الشاي والقهوة. وهنا المشكلة، لما جسمك يلقاك اول ما تصحى بتشرب شاي او قهوة، مش هيفرز الكورتيزول الهرمون المنبه القوي، وتفضل على التأثير الضعيف بتاع الكافيين اللي في الشاي والقهوة، وتفضل شاي في قهوة شاي في قهوة عشان تصحصح ولسه نايم برضو. طب ما الحل ايه؟ اقول لك، والبحث ده خصيصا جاوب على السؤال ده، ايه هو الوقت المثالي لشرب اول كوباية شاي او قهوة في اليوم؟ وقال لك علشان جسمك بيفرز الكورتيزول ده اول ما تصحى، ويفضل تركيزه عالي الصبح، وبعد ساعة ونص من الصحيان بيبدأ يقل. هنا بقى ممكن تبدأ تشرب أول كوباية شاي أو قهوة. يعني ببساطة يا أبو خالو، لو أنت صحيت الساعة 7 الصبح، حاول تأخر أول كوباية شاي أو قهوة على الأقل ساعة ونص، يعني تشربها 8 ونص الصبح. جرب الموضوع ده كده واكتبوا لي في التعليقات تحت. أنا عملته من 3 سنين وفرق معايا جدا في التركيز. التركة الثالثة، في ناس بتشتري ملح الهيمالايا الوردي عشان المعادن الصحية اللي فيه. أقول لك دي غلطة معظمنا بيوقع فيها. نسبة المعادن الإضافية في ملح الهيمالايا قليلة جدا وملهاش تأثير. افتكر إن أنت بتاكل الملح عشان الملح بس، المعادن الإضافية بتاخدها من باقي الأكل. ولو ترجعوا لحلقة الملح اللي عملناها قبل كده، بعد الحلقة دي أنا بطلت أشتري ملح الهيمالايا. ارجعوا للحلقة وهتعرفوا ليه. التركة رقم 4 جاي من سفر طويل ومسافة كبيرة، والمحرك أو الموتور سخن جدا، وأول ما توصل تطفي العربية وتطلع. خليني أقول لك إن ده غلط. العربية لما تكون جاية من سفر طويل، ساعة أو أكتر سواقة وبسرعات عالية، هنا المحرك بيسخن جامد بسبب الاحتكاك، عملية الاحتراق الوقود داخل الاسطوانة اللي ممكن يوصل لدرجة حرارة 200 درجة. وهنا طبعا المكونات دي محتاجة وقت عشان تبرد. لما حضرتك بتطفي المحرك على طول، الزيت بيتوقف عن الحركة، وده ممكن يعرض الأجزاء الداخلية في الموتور للتآكل، ويزيد احتمالية تراكم الرواسب الكربونية داخل المحرك، ومن هنا بيقل عمر المحرك أو الموتور مع الوقت. طيب العمل إيه؟ أقول لك بسيطة، استنى دقيقة أو دقيقتين بعد ما توصل قبل ما تطفي المحرك، كده هتتأكد إن الزيت وصل لكل أجزاء المحرك
عشان يبدأ يبرد بالتدريج. وبذكر العربيات، التركة الخامسة دي غلطات لو عملناها في السواقة حتزود من استهلاك الوقود. الناس اللي بتمشي بسرعة وتضرب فرامل، تسرع وتضرب فرامل، ده بيحرق بنزين أكتر. وافتكر ان لو السرعة زادت من 80 ل 100 كيلومتر في الساعة، هنا استهلاك البنزين حيزيد لان مقاومة الهواء على العربية بتزيد. وكمان الكاوتشات لو مش منفوخة كويس ده حيزود الاحتكاك مع الرصيف، وممكن يزود استهلاك الوقود بنسبة 5% او اكتر. طب العمل ايه؟ انك تمشي بسرعة مش عالية، وياريت كمان لو تثبت السرعة وشيك على الكاوتشات قبل ما تطلع، كده حتزود من كفاءة استهلاك الوقود. التركة السادسة وهي غسل الشعر بالشامبو كل يوم، وده غلط. في ناس كده فاكرة انه بيحافظ على نظافته وبيقلل من تراكم الدهون، لكن الاستخدام الكتير للشامبو وخصوصا اللي فيه مواد كيميائية ده بيشيل من الشعر وفروة الراس الزيوت الطبيعية اللي بتحافظ على ترطيب الشعر، ومن هنا يحصل الجفاف وتقصف الشعر. عشان كده الأحسن ان انت تستخدم الشامبو 2 ل 3 مرات بالكتير في الأسبوع. التركة السابعة والأخيرة معانا النهاردة، كلنا عارفين إن الجيم كويس. في ناس بقى بتفحت نفسها في الجيم كل يوم وتمارين شديدة عشان تحصل على نتائج أحسن وأسرع، وده غلط. وده بيعمل إرهاق للعضلات وبيزود من خطر الإصابة، وممكن يعمل حاجة اسمها الأوفر تريننج، الإفراط في التدريب، وده مع الوقت بيخلي أدائك يتراجع، وكمان بيقلل من قوة التحمل عندك. الأحسن بقى تدي جسمك وقت للتعافي والراحة. ونروح دلوقتي لفقرة وهو شات جي بي تي قال ايه، ونسأله عن غلطة أول ما نصحى الصبح نشرب شاي أو قهوة ونصيحته ايه. شات جي بي تي، ايه رأيك في الناس اللي أول ما تصحى بتشرب شاي أو قهوة الصبح؟ هل الموضوع ده صح ولا غلط؟ ونصيحتك ايه؟ شرب الشاي أو القهوة على الريق مباشرة بعد ما نصحى مش الأفضل، لأن المعدة بتكون لسه فاضية وبحاجة لحاجة خفيفة الأول. شرب الكافيين على معدة فاضية ممكن يسبب تهيج للمعدة. الأفضل ننتظر شوية بعد الأكل عشان نشرب الشاي أو القهوة. هل ننتظر ساعة ونص زي ما العلماء بيقولوا عشان المنبهات الطبيعية في الجسم تكون أفرزت؟ هل الكلام ده صح؟ أيوة ده صح. الأفضل نستنى ساعة أو ساعة ونص بعد ما نصحى عشان هرمونات الجسم زي الكورتيزول تكون إفرزت بشكل طبيعي. ساعتها الكافيين هيكون له تأثير أفضل وأقل على الجسم. شكرا جزيلا. تسلم. لو في أي حاجة تانية حابب تتكلم عنها أنا جاهز. قولوا لنا في التعليقات تحت لو في تركات تانية عاوزين نغطيها في الحلقة السادسة والسابعة. ونروح دلوقتي لفقرة الشعر العربي. وفقرة الشعر النهاردة مع ابن الرومي من العصر العباسي، وبيقول لك ما تكترش من الصحاب، مش بالكترة، ده ساعات الكترة بتأذي، بتوجع مع ناس ديابة وهم على هيئة حمل وديع. وبيختتم الأبيات بيقول لك إن البحر الكتير ما بيرويش، شوية مية عذبة هي اللي تروي. تعال نسمع بيقول ايه. عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحاب، فلا تستكثرن من الصحاب، فإن الداء أكثر ما تراه يحول من الطعام أو الشراب. إذا انقلب الصديق غدا عدوا، إذا انقلب الصديق غدا عدوا مبينا، والأمور إلى انقلاب. ولو كان الكثير يطيب كانت مصاحبة الكثير من الصواب، ولكن قل ما استكثرت إلا سقطت على ذئاب في ثيابي. فدع عنك الكثير، فدع عنك الكثير، فكم كثير يعاف وكم قليل مستطاب. ومن لجج الملاح بمرويات، وتلقى الري في النطف العذاب. ومن لجج الملاح بمرويات، وتلقى الري في النطف العذاب. تلقى الري في النطف العذابي. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من علم تيوب. نشوفكم في حلقة جديدة، ما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم. علم تيوب is good. Alma Tube is good.